السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حبايبنا من اسكندرية لأسوان، من الوادي للدلتا، ومن أسوان للسلوم، وفي كل حتة في مصر، اخباركم ايه يا ابطال البكالوريا؟ دفعة 2027 معاكم مستر محمد ابو بكر، وممكن تقولي ابو بكر على طول عادي، انا بحب ابو بكر اصلا. طيب احنا هنعمل ايه النهارده يا شباب؟ جاي لك عشان اشرح لك الكورس التأسيسي لمادة التاريخ في البكالوريا. واحد بقى يسألني سؤال عظيم: يا مستر هو في كورس تأسيسي للتاريخ؟ اه يا حبيبي، في كورس تأسيسي للتاريخ. ازاي يعني؟ هفهمك. هنفترض دلوقتي ان انا قائد، وانت الجندي الوافي المخلص ليا، الجندي بتاعي. ينفع ابعتك في مهمة اقول لك يلا رايحين مهمة الصبح من غير ما اديك اي تفاصيل؟ طب ينفع ابعتك في المهمة دي لوحدك من غير ما اعرفك اي حاجة عنها؟ لا طبعا، هتفشل. طب لو اديتك شوية تفاصيل وشوية معلومات، ايه اللي هيحصل؟ مع الوقت هترجع تقول لي انا اديت المهمة دي بشكل مظبوط، او على الاقل هتعرف تتعامل مع المهمه. فين بقى المهمه بتاعتك؟ المهمه بتاعتك منهج بيبدا من شهر 8 بينتهي معاك في شهر 7، يعني حرفيا تقريبا كده سنه. طيب هنعمل ايه بقى معاك؟ اول حاجه لازم تعرف ان انا مش عايز الطالب الشاطر خالص خالص. انا عايز الطالب اللي كان متوسط وتحت المتوسط في سنه اولى. ليه؟ الطالب الشاطر بياكل دماغنا. خليك مع المدرس بتاعك يا حبيبي. انا عايز الطالب اللي يقول لي يا مستر انا الماده واقعه معايا، الماده صعبه. يا مستر بالله عليك انا مديت لك ايد اهو، هات ايدك. فده هيسمع كلامي وهيلتزم باللي انا بقول عليه، فبالتالي هنقدر نوصل ان هو لنتيجه ممتازه، وان شاء الله يرتب جمهوريه زي اصحابه وزي الدفعات السابقه. طيب واحده واحده بقى. ايه الكورس التأسيس ده باختصار؟ عباره عن الصيغ اللي الوزاره اتكلمت عليها، وعباره عن طريقه الاسئله اللي انت لما تجيلك تبقى عارف السؤال ده هتجاوب عليه ازاي، وعباره عن بعض المصطلحات اللي اول مره تعدي عليك. انا واثق مليار في الميه ان اللي هتسمعه معانا مفيش حد قاله لحد دلوقتي. طيب كمان هديك نبذه عن المنهج بتاعك وازاي تتعامل معاه بطريقه الفهم بجد، مش مجرد حفظ وخلاص. تمام؟ تعال نشوف. المنهج بتاعنا بيبدا يا شباب بالاسئله المقاليه. عشان كده لو انت بصيت على الدرس الاول هتلاقي معظم الاسئله يقول لك ايه؟ ناقش مع مدرسك. طيب هناقش ايه بقى؟ بقول لك صيغ لازم تعرفها، زي في اعدادي كنت بتاخد حاجه اسمها بما تفسر، او فسر، او اثبت، او ايد، او فند، او دلل، او وضح، او علل. كل الصيغ دي يا شباب معناها بما تفسر، يعني لما بجاوب عليها بقول بسبب او بقول لان. واديني مثال. لو جالك سؤال قال لك ناقش مع معلمك اسباب اسباب مثلا توحيد الملك من البلاد، فهنا هنتكلم على حاجات كلها هنقول بسبب او لان. يعني كان في مشاكل، فبسبب المشاكل دي الملك عمل كذا، لان طلب في الصيغه بما تفسر او فسر او اثبت او ايد او فند او دلل او وضح او علل. طيب لو قال لك بقى ما النتائج؟ استنتج، اذكر ناتج، ماذا حدث بعد. يبقى هنا عايز ايه اللي حصل بعد كده. اديني مثال. هيقول لك حينما تولى محمد علي حكم مصر اهتم بالزراعه والصناعه والتجاره، او اهتم بالزراعه والصناعه. ما النتائج المترتبه على اهتمام محمد علي بالزراعه والصناعه؟ ما دام عنده زراعه وعنده صناعه اكيد راح قال ايه؟ ادى الى وجود تجاره داخليه وخارجيه. فانا هقول بقى ادى الى. طيب الصيغ دي اصلا سهله. يبقى لو جالي سؤال ما النتائج او استنتج او اذكر ناتج او ماذا حدث هقول ادى الى. ده النتيجه في الاخر. طيب يا مستر في النظام بتاعك بقى انت عندك 40% اسئله مقالي، يعني انت لازم تكتب. يا اخوانا هو ليه اصلا حط لك اسئله مقالي؟ انت في اولى كان بيجي لك سؤالين، ليه حط لك اسئله مقالي كتير كده في ثانيه؟ علشان هو عايز الطالب الشاطر المجتهد اللي مش بيغش، عايز الطالب اللي بيذاكر طول السنه. وعلى فكره في ميزه هايله. ايه الميزه الهايله؟ ان حضرتك في الاسئله المقاليه مش مطلوب منك اجابه مميزه، لو ما كتبتهاش تسقط، لا، بتكتب من خلال فهمك وادراكك للمعلومه. يعني دي حاجه حلوه، حاجه تتبسط بيها، خلي بالك. طيب في نوعيه اسئله بتقول ما رايك، ما تقييمك ما مقترحاتك، وعقب. هنا يا شباب لما اجي اقول رايي ما بقولش رايي انا، بقول اما شيء ايجابي او شيء سلبي، وبقول ليه، وليه دي من المنهج. اديني مثال.
برضه في الدرس الاول انت عندك غير مينا وغير محمد علي، عندك سعد زغلول وعندك جمال عبد الناصر وعندك السيسي، دي من الشخصيات الموجوده في الدرس الاول. يقول لك ما رايك في موقف الضباط الاحرار في عهد جمال عبد الناصر من تغيير نظام الحكم من ملكي الى جمهوري؟ طبعا انت لسه الدرس ما اتشرحش ليك، بس انا مثلا هقول ايه؟ شيء ايجابي. ليه؟ بسبب القضاء على الحكم الفاسد، لان الحكم الملكي كان حكم فاسد. طب حبيت اقول شيء سلبي. ليه شيء سلبي؟ يبقى الاجابه تبقى من المنهج برضه، راح قايل مثلا شيء سلبي لانه كان من الافضل ان يتفاهموا مع الملك من اجل الرحيل بدل ما كانوا مثلا غصبوه. يبقى في الحالتين طبعا ما دام قال لك جيش يبقى لازم تقول ايجابي، اوعى تقول سلبي على الجيش ابدا. في الحالتين لو انت قلت ايجابي او قلت سلبي لازم التفسير بتاعك يكون من المنهج، وده اللي انا هفهمه لك بالتفصيل الممل، سواء بقى هتحضر معانا سنتر، سواء هتحضر اونلاين، سواء هتحضر منصه، سواء هتتفرج على اليوتيوب بس، لان كل حاجه هيكون لها ميزه وهنتكلم على الكلام ده في اخر الفيديو. طيب دلوقتي انا عرفت شكل الاسئله المقاليه، هل بقى عندي اسئله اختياريه؟ طبعا انا قلت لك المقالي بيجي لك بنسبه كام؟ 40% مقالي. طب كام بقى؟ 60% اختياري. انت ما اديتك من 100 اصلا. طيب تعال نشوف شكل الاسئله الاختياري. بص عندك سؤال بيقول لك اثر هدف بعد اثر هدف بعد مركزي وحدوي لا مركزي فيدرالي ارتباط شبه اوجه اتفاق القاسم المشترك تتماشى. ورقة وقلم كده يا حبيبي واكتب. تباين اختلاف تناقض عكسية تضارب. الصيغ دي ما ينفعش اكون بحل مقالي، ما ينفعش نهائي وانا ما اعرفش معنى الكلام ده، لان دي صيغ اسئله. شفت انا هناك قلت لك لو قال لك بما تفسر تقول بسبب، ما النتائج بتقول الدليله، ما رايك بتقول ايجابي او سلبي من المنهج. هنا نفس الفكره. لو قال لك اذكر اثر اعمال الملك كذا، اثر يا شباب اصلا معناها ايه؟ اثر معناها اول شيء. اول شيء عموما محمد علي دخل مصر عمل 100,000 حاجه، عايز الاثر يبقى عايز اول حاجه محمد علي عملها. وعلى سبيل المثال هنقول ان محمد علي اهتم بالزراعه ثم الصناعه ثم التجاره ثم السياسه الخارجيه. هنعرف يعني ايه سياسه خارجيه. يبقى انا عايز الاثر هنا الاربعه موجودين في الاختيارات. لو انا مش فاهم يعني ايه نظام جديد، او يعني ايه نظام اختياري، او يعني ايه نظام بيعتمد على الفهم والاستنتاج والفهم العميق، اروح قايل ايه؟ الاثر. طب ما الاربعه صح. هو عايز الاثر يعني عايز اول حاجه، يبقى هنا عايز الزراعه. طب كلمه هدف ممكن تيجي بمعنى غايه، ممكن تيجي بمعنى دافع، ممكن تيجي بمعنى جانب، ودي مهمه جدا جدا جدا. يبقى تاني هدف غايه دافع جانب. هي اعمل ايه يا مستر؟ بص لو سأل على زراعه او صناعه او تجاره او اي حاجه ليها علاقه بالفلوس، بقول ان الهدف هنا اقتصادي. يعني يقول لك محمد علي اهتم بالزراعه، اقتصادي. يقول لك الملك مينا اهتم بالزراعه، اقتصادي. يقول لك مثلا جمال عبد الناصر اهتم بالزراعه، اقتصادي. الصناعه اقتصادي، التجاره اقتصادي، البيع والشراء اقتصادي، السوبر ماركت اللي على اول الشارع اقتصادي، السنتر اللي بتاخد فيه دروس، اي حاجه بتدخل لها دخل تجيب فلوس، نقل ومواصلات مترو، كل ده اقتصادي. طيب لو سألنا على ملك أو دولة أو نظام حكم سياسي، يبقى تاني كده ملك دولة نظام حكم سياسي، ملك دولة نظام حكم سياسي. لو سألنا على حاجة لها علاقة بالجيش والحرب والمعارك والأدوات والأسلحة، عسكري، دي سهلة. طب لو سألنا على أي حاجة لها علاقة بالعادات والتقاليد أو الطبقات الاجتماعية أو الطبقة العليا والوسطى والدنيا، دي بنقول عليها اجتماعي. طيب لو سألنا على أي حاجة لها علاقة بالعلوم، علوم إسلامية، علوم مسيحية، علوم هندية، علوم يهودية، بيتكلم على علوم مش ديانات، يعني بيقول لك عالم كذا عالم، فاهم؟ يبقى ده بنقول عليها ثقافي. طب لو سألنا على أي دين، يعني يقول لك العصور الوسطى هنتكلم عليها دلوقتي كان فيها مسلمين ومسيحيين، يبقى العصور الوسطى اسمها عصور إيه؟ ولا هقول مسلمين ولا هقول مسيحيين، هلاقي في الاختيارات كلمة عصور دينية. طيب لو سألني على أي حاجة ليها علاقة بتبادل الدول مع بعضهم البعض، وده هنفهمها دلوقتي حالا بعد شوية، يعني إيه دولة بتتعامل مع دولة؟ هنا نقول عليها السياسة خارجية.
السياسة الخارجية معناها علاقات الدول بعضها البعض، هنشرحها بالتفصيل دلوقتي. طيب كلمة بعد عكس أثر، هي أثر كان معناها أول شيء، بعد هنا يا شباب معناها آخر شيء. يعني إيه يا مستر الكلام ده؟ يعني زي ما أنا قلت لك محمد علي لما جه مصر عمل حاجات كتيرة قوي، إيه الأثر؟ أول حاجة عملها، إيه البعد؟ آخر حاجة عملها. اديني مثال يا مستر، أنا قلت لك اهتم بالزراعة والصناعة والتجارة والسياسة الخارجية، يبقى الأثر كان الزراعة، البعد السياسة الخارجية، ماشي. مركزي ووحدوي، بما ان المنهج فيه بعض التفاصيل البسيطه كده عن الجغرافيا، فلازم تعرف يعني ايه كلمه مركزي ووحدوي ويعني ايه لا مركزي وفيدرالي. مركزي ووحدوي معناه ان الدوله لها عاصمه واحده بس، لما يكون دوله زي مصر عاصمتها القاهره فدي دوله مركزيه وحدويه. وممكن تيجي بمعنى تاني ان الجيوش هتنطلق من مدينه واحده بس، يقول لك خرجت جيوش مصر من مدينه سيناء، يبقى كده خرجت بشكل مركزي او وحدوي. ولها معنى كمان انه ممكن يقول لك ثوره خرجت من مكان واحد بس، زي ما هناخد مثلا ثوره القاهره الاولى اتحركت منين؟ من حي الازهر، قال لك حي الازهر يبقى الثوره خرجت بشكل مركزي او وحدوي. يبقى كلمه مركزي او وحدوي معناها نقطه واحده فقط او عاصمه البلاد الواحده. طب لو دوله عندها عاصمتين فيتقال على نظام حكمها لا مركزي او فيدرالي. طب دلوقتي الثوره هتخرج من منطقتين او ثلاثه او اربعه او 10 او 100، بقت لا مركزي او فيدرالي. الجيوش هتنطلق من كذا مكان، بقت بتنطلق من بشكل لا مركزي او فيدرالي. يبقى تاني مركزي حاجه واحده، لا مركزي او فيدرالي اكتر من حاجه، ممكن يبقى 2 ممكن يبقى 3 ممكن يبقى 10 وهكذا. طيب تعالى بقى نشوف اسئله الربط اللي هي مهمه جدا جدا جدا، لازم تعرفها قبل ما يشرح لك المنهج. عندك مصطلح اسمه ارتباط، ومصطلح اسمه شبه، ومصطلح اسمه اوجه اتفاق، ومصطلح اسمه القاسم المشترك، ومصطلح اسمه تتماشى. عد كده معايا، 1 2 3 4 5. الخمس مصطلحات دول يا شباب معناهم الشبه. يعني ايه يا مستر مش فاهم؟ يعني دلوقتي يجي يسالك يقول لك محمد علي مثلا اهتم بالسياسه الخارجيه وكان بيدخل حروب، وجمال عبد الناصر هو كمان اهتم بالسياسه الخارجيه وكان بيدخل حروب، فكده العلاقه بين الاثنين اسمها علاقه قاسم مشترك، رغم ان ده في عصر وده في عصر اصلا. طيب على عكس بقى كلمه تباين، عد معايا، تباين، 1 اختلاف، تناقض، عكسيه، تضارب. شفت الخمسه دول؟ الخمسه معناهم حاجه واحده اللي هي اختلاف. على سبيل المثال برضه هنقول ان محمد علي مثلا اهتم بالاقتصاد واصبح هو صاحب اكتر نسبه انتاج في التجاره الخارجيه في مصر، ده اعلى حد. يقول لك مثلا جمال عبد الناصر ما كانش بيصدر، فالعلاقه بينهم هنا شبه؟ لا طبعا، ده بيصدر وده ما بيصدرش، بقت اختلاف. ممكن ما الاقيهاش، الاقي تناقض، الاقي عكسيه، الاقي تضارب. طيب ايه كمان؟ عندك كمان يا شباب بعض المصطلحات اللي لازم تعرفها. المنهج بتاعنا بيتكلم على الحمله الفرنسيه، وبيتكلم على احتلال فرنسا لمصر واحتلال انجلترا لمصر، وبيتكلم كمان على الدول العربيه. منهج دسم لذيذ شبه منهج ثالثه ثانوي والسنه اللي فاتت نسخه. فلازم تاخد بالك ان احنا في مصطلح هنكرره كتير، بيقول ايه؟ بيقول الدول الاوروبيه لا تنظر الا لمصلحتها. دي قاعده عندنا في المنهج هنكررها اكتر من 100 مره على مدار السنه. كلمة الدول الأوروبية لا تنظر إلى لمصلحتها ممكن ما تلاقيهاش، وتلاقي كلمة علاقة براغماتية. يعني إيه كلمة علاقة براغماتية؟ يعني الدول الأوروبية لا تنظر إلا لمصلحتها. طب لو قال لي محمد علي بيهتم بعلاقته البراغماتية، يعني بيهتم بمصلحته الشخصية. يبقى كلمة علاقة براغماتية يعني معناها إن الشخص قرر في النهاية ينظر لمصلحته هو فقط. طيب أو الدولة. عندك برضو مصطلح تاني اسمه شيزوفرينيا او راديوكالي. ايه شيزوفرينيا وراديوكالي دي يا مستر؟ قال لك هنا معناها ان شخص اتغير تماما، يعني هو كان حاجه واتغير بقى حاجه تانية. وعلى فكره شيزوفرينيا ده مرض معناه انفصام في الشخصيه. طب احنا عندنا شخصيات في المنهج عندها انفصام في الشخصيه، ده انت هتعرفه واحنا شغالين في المنهج. او اي بني ادم عمل حاجه وبعدها رجع عمل عكسها تماما، فكده الشخص ده يتقال عليه راديوكالي او عنده حاجه اسمها شيزوفرينيا. بص هتستمتع معانا اقسم بالله، هتسمع شويه مصطلحات وصيغ ما بتتقالش، انا عارف بقول لك ايه ما بتتقالش. هتبقى قاعد كده في متعه لو انت حابب تلتزم، تمام؟ طيب هل احنا كده خلصنا؟ لا طبعا، تعالى بقى ناخد نبذه عن منهجنا احنا بقى. احنا كده خدنا نبذه عن المنهج بشكل عام، تعال ناخد نبذه كده عن ايه اول الخطوات بتاعتنا البسيطه. بص، اول حاجه يعني ايه كلمه السياسه الخارجيه؟ كلمه سياسه خارجيه يا شباب معناها اما معاهدات واما حروب. تاني كده، سياسة خارجية معناها ايه؟ شطور، معاهدات او حروب. طيب
ما يحدد السياسة الخارجية. يعني اللي يخليك تقدر تقول أنا هعمل معاهدة أو هعلن الحرب. إيه اللي بيحدد السياسة الخارجية؟ ركز بقى كده. ما يحدد السياسة الخارجية حاجتين. واحد، الموقع الجغرافي. اتنين، الموقع الجغرافي. اتنين، القوى العسكرية. ده احنا بدأنا نقول كلام كبير قوي 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 قوي، فمحتاج ناس بتكتب وناس فاهمة كويس قوي قوي. تعالى واحدة واحدة. أنا قلت سياسة خارجية معناها معاهدات أو حروب. هفترض دلوقتي إن أنا حاكم دولة، فأنا لو أنا بقدر أعلن الحرب أنا كده عندي سياسة خارجية. لو أنا بقدر أوقف الحرب أنا عندي سياسة خارجية. لو أنا بقدر أعلن أو أعقد معاهدة أنا عندي سياسة خارجية. لو أنا بقدر ألغي المعاهدة تماما أنا عندي سياسة خارجية. اديني مثال. هقول لك. من حوالي كام شهر كده ترامب طلع قرار إن هيهجر بتوع فلسطين على مصر إجباري. رد عليه السيسي قال له بقول لك إيه، مش هتعرف تعمل ده وأنا مش موافق. أنت رديت ليه كده يا سيسي؟ ما أنا عندي قوة عسكرية وما وافقتش على اللي حصل في المعاهدة، ما عقدتش أصلا معاهدة. تمام؟ يبقى تاني، سياسة خارجية معناها معاهدات أو حروب. إيه بقى اللي يقدر يقول لك إذا كنت تمتلك سياسة خارجية أو لأ؟ حاجتين. الموقع الجغرافي يكون متميز ويكون الجيران اللي حواليا انا اقوى منهم او على الاقل علاقتي بيهم طيبه، زائد يبقى عندي جيش قوي. وطبعا عشان السيسي عنده جيش قوي قدر يرفض رد امريكا او راي امريكا، وامريكا ما اعترضتش لان هي اللي هتخش في معركه معاك هتخسر لا محاله. ما بتكلمش هتخسر المعركه، دي حاجه في المستقبل ما نعرفش مين يكسب مين يخسر، بس اقل ما فيها يحصل فيها خسائر بشريه في المعدات بشكل كبير. يبقى تاني، السياسه الخارجيه معناها معاهدات او حروب. اللي بيحدد السياسه الخارجيه الموقع الجغرافي والقوى العسكريه. منهجنا بقى بيبدا كده من اول الملك مينا، وهتمشي كده نبذه على الاربع عصور، نبذه على العصور القديمه، ونبذه على العصور الوسطى، ونبذه عن العصور الحديثه، ونبذه عن العصور المعاصره. طب ممكن يا مستر تعرفنا اصلا يعني ايه كلمه عصور؟ تعال. اول حاجه احنا خدنا في سنه اولى حاجه اسمها العصور التاريخيه، وقلنا سميت عصور تاريخيه لانها بدات بعد معرفه الانسان صح الكتابه او التدوين. وإن العصور التاريخية دي يا شباب بتنقسم معايا إلى 4 عصور: قديمة، وسطى، حديثة، معاصرة. وإن كل عصر من دول له حقبة زمنية بيبدأ وبينتهي. يعني مثلا العصور القديمة بدأت من 4000 سنة قبل الميلاد، واستمرت حتى سنة 476 ميلادية، يعني قعدت تقريبا 4000 سنة. تيجي العصور الوسطى تبدأ من التاريخ ده حتى عام 1453 تاريخ فتح القسطنطينية. تيجي العصور الحديثة تبدأ من التاريخ ده حتى سنة 1914. تيجي العصور المعاصرة تبدأ من التاريخ ده حتى الآن. أنا مش فارق معايا التواريخ دلوقتي، بس يفرق معايا أعرف الفرق بين القرن والعقد. هتقول لي يا مستر عارفها من أولى ثانوي، القرن 100 عام. حلو. والعقد 10 أعوام. شطور. طب لو جيت قلت لك احنا في سنة 345 يبقى احنا في القرن الكام؟ أو سنة 914 احنا في القرن الكام؟ بص القاعدة ثابتة وسهلة وبسيطة. بتقول ايه القاعدة؟ لو التاريخ يتكون من 3 أرقام باخد آخر رقم من على الشمال وبزود 1. دي حسبة القرن. يبقى ده القرن الكام كده؟ الرابع. طب 914 هاخد اخر رقم من على الشمال وازود 1، ده كده القرن العاشر. طب لو قلت لك لو قلت لك 111 هاخد اخر رقم اللي هو 1 وازود 1، بقينا في القرن الثاني. طيب لو التاريخ بيتكون من 4 ارقام، يعني قال لي 1300 1900 1400 قال لي 2000 مثلا 21 2026، اقول له ايه؟ لو التاريخ بيتكون من 4 أرقام باخد آخر رقمين من على الشمال وبزود 1. يعني ده كده بقى القرن ال14، ده بقى القرن ال20، ده القرن ال15، ده القرن ال20. احنا في 2026 خلاص شهر 8 هيبدأ اهو. فانت كده في القرن الكام؟ آخر رقمين وبزود 1، انت كده في القرن ال21. دي سهلة اهي. طب العقد بيتحسب ازاي؟ العقد بيقول لك حسبته ثابته، سواء التاريخ 3 ارقام او 4 ارقام، تاني رقم من على اليمين وبزود 1. يبقى ده كده العقد الكام؟ الخامس. ده العقد الكام؟ التاني. ده العقد الكام؟ التاني. طب هنا في 2 التالت.
طب هنا في 5 يبقى العقد السادس وهكذا. لو مش فاهمها ابعت لي هنسيب لكم رقم في الكومنتات، ابعت لي كده وقول لي يا مستر معلش الحته دي مش ظابطه معايا، وكده او كده لما نبدا منصه او حتى هنبدا سنتر انا هشرح لك الكلام ده بالتفصيل الممل بشكل انت لا تتخيله، هيفرق معاك جامد. طيب انا كده عندي كام عصر كده؟ 4. ده منهجك بيبدا بايه بقى؟ اول كلمه في المنهج بتاعك بيبدا يقول لك تعريف الدوله. بيتكلم اهو على الدوله المصريه. طيب مستر هي الدولة المصرية، هديك نبذة بسيطة برضو خالص يعني. الدولة المصرية يعني ايه كلمة دولة؟ قال لك كلمة دولة بشكل عام لازم يكون عندها حيز جغرافي، وافهمها لك، وعندها شعب، وعندها سيادة، وعندها سلطة. حيز جغرافي طبعا انت عارفها، معناها ان الدولة اتجاهاتها فين؟ من الشمال مثلا عندك بحر متوسط، من الجنوب السودان، فين تحديدا هنعرفها لما نبدا دائرة عرض 22 شمال، هنعرف التفاصيل دي، وتم توقيعها سنة 1899 الملك عباس حلمي الثاني والانجليز. سهلة، تفاصيل سهلة ما تقلقش، كلها معلومات تاريخية سهلة اتشرحت السنة اللي فاتت مع سنة ثالثة. من الشرق البحر الأحمر، من الغرب ليبيا، فين تحديدا؟ عند برضه يقول لك تم توقيع اتفاقيه الحدود او ترسيم الحدود بين مصر وليبيا سنه 1925، برضه معلومات سهله وبسيطه. يبقى انت فهمت حيز جغرافي معناها منطقه محدده. طب ساعات بقى يدخلك في تفاصيل اكتر، يقول لك منطقه زي الشمال مثلا دي منطقه بحر متوسط، مصر تتحكم في قد ايه من البحر المتوسط؟ ما البحر المتوسط ده اسم بحر حضاري بيبص على كذا حضاره، هتاخد مثلا 12 ميل، ومقدار الميل الواحد تقريبا 1000 متر، يعني حوالي كيلو مثلا بديك مثال. طيب يبقى الحيز الجغرافي. طب الحيز الجغرافي ده قطعه ارض بس؟ قال لك قطعه ارض وقطعه من السماء، مجال جوي او مجال حيوي. شعب، وانا ينفع اقول ان انا عندي دوله من غير شعب؟ لا طبعا ما ينفعش، الشعب هو يعتبر من اهم اركان الدوله بلا استثناء. سياده، مين الناس المسؤوله عن الشعب؟ السلطه. وهنا بقى دي مهمه جدا، السلطه عندنا في المنهج عباره عن 3 سلطات. عندك حاجه اسمها سلطه تشريعيه، ودي سهله جدا جدا جدا، اللي هم اللي بيقوموا بسن او تشريع القوانين. المشرعين، هتقول لي يا مستر بتوع مجلس النواب، هقول لك مظبوط، الله ينور عليك، الشعب بيختار شويه ناس بينوب عنهم بيروحوا يسنوا القوانين، تمام، اسمها سلطه تشريعيه. عندك سلطه قضائيه اللي هم القضاء، ودي سلطه مستقله بذاتها، ما ينفعش حد يكون بيتحكم فيها. ليه؟ لان دول لازم يكونوا اعلى سلطه في الدوله فعشان يقدروا يحاكموا اي حد. ثم عندك سلطه تنفيذيه، وهنا بقى دي اصل الموضوع، انت اصلا ما تعرفش يعني ايه كلمه سلطه تنفيذيه. مستر انا عارفها اللي بتنفذ القوانين، الله ينور عليك، هم مين بقى اللي ينفذوا القوانين؟ بص، كلمه سلطه تنفيذيه معناها الحكومه، مش الحكومه اللي بتيجي تقبض عليك في الشارع وتقول الحكومه جايه يلا نجري، لا مش دي. كلمه حكومه يا شباب معناها الملك او الحاكم والوزراء والمحافظين اللي بيتقال عليهم الادارات المحليه، كنا بناخدها في اولى ثانوي اسمهم حكام الاقاليم، تمام. يبقى الحاكم والوزراء وحكام الاقاليم اللي هو المحافظ، دول كده اسمهم سلطه تنفيذيه، تمام، دول مهمتهم. امال الحكومه والشرطه حبيبي دي ادوات مع السلطه التنفيذيه بتستخدمها السلطه التنفيذيه عشان تضمن ان الدوله فيها امن وامان. طيب نبذه صغننه خالص، بس مش عايز الفيديو يبقى طويل معاك، مش عايزين نبدا السنه بدخله جامده كده. طيب في البدايه خالص مين اول حد يفكر يوحد مصر؟ طبعا الملك مينا. طب هتقول لي يا مستر هو الملك مينا له مسميات غير مينا؟ طبعا احنا قلنا اسمه مينا واسمه نارمر واسمه نعرمر، ونعرمر ده اهم واحد فيهم بالمناسبه، وله القاب بقى زي موحد القطرين، زي ملك التاجين، زي ملك مصر العليا والسفلى، وصعبان الجنوب ونسر الشمال له اكتر او له تقريبا 42 لقب. اشمعنى 42 لقب؟ انا عايز الناس الشاطره اللي كانت في سنه اولى شاطره كده او حتى فاكره تقول لي اشمعنى 42 لقب. المهم ده وحد البلاد. طب هو لما وحد البلاد عمل حاجه اسمها ايه؟ كلمه توحيد دي ممكن ما تلاقيهاش بقى في النظام بتاعك يا حبيبي، وتلاقيها كلمه تجانس البلاد. والله انا جاي لك من المستقبل، دي صيغ اسئله هتلاقيها وانت بتحل ايا كان انت منين في مصر وبتاخد مع مين، لازم تلاقي الصيغ دي، لازم، ده اساسي، لازم عندك مهمه لازم تكون مستعد ليها. عمل توحيد للبلاد وعمل تجانس للبلاد وعمل ترابط
في الجبهه الداخليه، يعني وحد البلاد. تمام. هل بقى حارب بره؟ هل عمل معاهدات؟ لا، يبقى ما كانش عنده سياسه خارجيه. طب هو مين كان عايش في العصور الايه؟ قال لك في العصور القديمه. يبقى الدوله المصريه في العصور القديمه بدات بالملك مينا. بعد كده بيقول لك ان انت عندك ملك اسمه منتحتب الثاني، وحد البلاد. طبعا بيعدي عصر الاهرامات وعصر قوه ورخاء، فالدوله بتضعف، فبيجي ملك اسمه منتحتب الثاني من ملوك الدوله الوسطى برضه في العصور القديمه. بعد كده بيقول لك ان في ملك اسمه سكنن رع واحمس. انا عايز اقف بقى عند دول، عند سكنن وعند احمس. اشمعنى؟ لان دول هيخشوا حرب اسمها حرب التحرير ضد الهكسوس. ما دام قلت لي دخلوا حرب يبقى كده بيمتلكوا سياسه خارجيه. الله ينور عليك. بعد كده بيكمل معاك شويه احداث كده لحد ما يوصل لملك اسمه رمسيس الثاني. بيدخل معركه اسمها معركه قادش، وبتنتهي بعقد معاهده الله ينور عليك، معاهده سلام. يبقى في العصور القديمه في عهد الفراعنه ظهرت سياسه خارجيه، ايوه، متمثله في مين؟ في سكنن رع واحمس والملك رمسيس الثاني، اللي هم عملوا معاهدات وعملوا حروب. طيب بقول لك بعد كده في العصور الوسطى مصر طبعا كانت تحت حكم الرومان لحد ما يجي الفتح الاسلامي. طيب هل مصر بقى في عهد الفتح الاسلامي كده خلصنا العصور القديمه؟ تعال نشوف بقى العصور الوسطى، اديك نبذه بسيطه خالص. قال لك من اول الفتح الاسلامي. هتقول لي يا مستر في الفتح الاسلامي دي معلومات ثابته عندي ان مصر سواء في عصر الخلفاء او عصر الدوله الامويه او عصر الدوله العباسيه، مصر دي اساسا يا مستر كانت تحت الفتح الاسلامي. والفتح الاسلامي ده اسمه فتح اسلامي عربي، يعني اللي بيحكمها ما كانوش مصريين. كلامك صح. فازاي بقى هتقول لي ان مصر كانت دوله عندها سياسه خارجيه؟ لا، ما قلتلكش كده. مصر في العصور الوسطى كانت سياستها الخارجيه تتبع للدوله الاسلاميه، يعني نشوف الحاكم الاسلامي بتاع الدوله الامويه او الدوله العباسيه تبع مين، احنا معاه. لحد ما ظهر لمصر السياسه خارجيه مع الدول المستقله. مين الدول المستقله؟ عندك من اول الدوله اسمها الطولونيه تنسب لاحمد بن طولون، والاخشيديه تنسب لمحمد بن طاغ الاخشيدي، والدوله الفاطميه اللي فتحها جوهر الصقلي. كل ده عدوا على مصر ومستقلين بقى مش تبع حد. ثم المعز لدين الله الفاطمي بيجي يحكمها، وبعد كده بتخش على عهد الايوبيين، ثم عهد المماليك حتى العثمانيين. بس اركن العثمانيين دول في جنب لان العثمانيين عصور حديثه. انا عايز الدوله الطولونيه كانت بتحارب، تمتلك سياسه خارجيه باسم مصر. الاخشيديه بتحارب، ايوه. الفاطميه بتحارب، نيجي بقى عند الايوبيين والمماليك، دول مهمين جدا جدا جدا. ليه بقى؟ قال لك كانت مصر في عهد الايوبيين والمماليك هي قلب العالم الاسلامي. واحد يقول لي يا مستر يعني ايه قلب العالم الاسلامي؟ يعني هي اللي قامت بمهمه التصدي والدفاع عن العالم الاسلامي كله. ضد مين؟ ضد اخطر خطرين عدوا على البشريه في العصور الوسطى. قال لك ضد المغول والصليبيين. والصليبيين دول يا شباب مش مسيحيين، دول مجموعه من الاشخاص اتخذوا من الصليب شعار ليهم. يعني ايه؟ يعني رسموا علامه الصليب على الخوذه وعلى السيف وعلى الدروع اللي معاهم وعلى الكاوتشات اللي بيلبسوها. لما نيجي ده طبعا نشرح الموضوع ده بالتفصيل هنعرف ان هم اول ناس اذوهم وخرجوهم من بيوتهم ودمروا الكنائس بتاعتهم كانوا المسيحيين. فمعنى كان الصليبيين دول مش مسيحيين، دول ناس خدوا من الصليب شعار ليهم عشان يجوا يسيطروا على موارد الشرق. طيب يبقى مصر ظهرت استقلالها؟ ظهرت استقلالها لما تصدت طبعا للمغول والصليبيين. في عهد العثمانيين رجعت مصر تاني تتبع للعثمانيين لحد ما جه مين بقى؟ لحد ما جه الباشا الكبير بتاعنا العظيم اللي هو مين؟ اللي هو محمد علي. محمد علي عمل لمصر سياسه خارجيه. ايه ده يا مستر؟ محمد علي عمل لمصر سياسه خارجيه؟ ازاي يعني عمل لمصر سياسه خارجيه؟ يعني من الاخر قدر يعمل حروب باسم مصر، زي مثلا حروب الشام، زي حروب السودان. قدر يعمل حاجه اسمها رابطه عربيه، قدر يوحد العرب. قدر كمان يعمل حاجه اسمها معاهدات مع دول اوروبا. مستر هو قدر يعمل معاهدات دي ازاي؟ مين الشاطر يقول لي؟ محمد علي كده كان بيمتلك حاجتين، ايه هما؟ مين مركز؟ طيب
بعدها يقول لك ان مصر بعد عهد محمد علي بيجوا خلفاء محمد علي كان ناس ضعيفه مش بنفس قوه وكفاءه محمد علي، رغم ان محمد علي واخد الاعداديه بس، الا انه ولاده اللي كانوا مخلصين جامعه ما كانش عندهم نفس الوعي والادراك، كانوا بيثقوا في دول اوروبا ونسيوا اهم حاجه في منهجنا، ان الدول الاوروبيه لا تنظر الا لمصلحتها. فمعنى الكلام ده قلت لك لها معنى تاني، اكتبها لي في الكومنتات لو انت فاكر. معنى الكلام ده ان محمد علي ساب معاه خلفاء مش بنفس القوه بتاعته والكفاءه، باستثناء اسماعيل، وطبعا هنتكلم عنه بالتفصيل. لحد ما نيجي بقى في العصور الحديثه. في نهايه العصور الحديثه تعرض مصر لاحتلال، المره دي مش فرنسي بقى، المره دي احتلال انجليزي. وخلي بالك برضو عندنا في المنهج مصطلحات، يعني لو لقيت كلمه تمصير معناها ان اللي بيمسك الدوله مصريين، لقيت كلمه نجلزه معناها ان اللي بيمسك الدوله انجليز، لقيت كلمه فرنسه معناها ان اللي بيمسك الدوله فرنسيين، لقيت كلمه تهويد معناها يهود، لقيت كلمه صهيونه معناها ان الدوله تحت ايد الصهاينه، وهكذا. شويه صيغ تحفه هتفرق معاك والله، وهتشوف ده لما تبدا تذاكر. طيب المهم انجلترا احتلت البلاد وفضل الحال على كده لحد ما جينا سنه 1914. التاريخ ده تاريخ الحرب العالميه الاولى، والتاريخ ده بدايه العصور المعاصره. بعدها بكام سنه ظهر طبعا سعد زغلول وثوره 19 والكلام الجميل ده، وبدا يظهر لمصر ملامح للسياسه الخارجيه. السياسه الخارجيه تظهر بوضوح اكتر في العصور المعاصره في عهد جمال عبد الناصر. ليه؟ لان جمال عبد الناصر غير نظام الحكم من ملكي لجمهوري. ولازم تعرف شويه صيغ عن كلمه نظام الحكم، لازم. انت بتاخد تاريخ، يعني بتاخد ملوك، يعني انت بتاخد سياسه، فلازم يبقى عندك شويه ادراك. بص، لو قال لك نظام الحكم ملكي او فردي او ديكتاتوري او اوتوقراطي او بيوقراطي أو إقطاعي أو رأسمالي أو أرستقراطي، شايف الصيغ دي كلها معناها إن الدولة في إيد فرد ظالم أو عدد أشخاص ظالمين. وكلمة ظالمين يا شباب يعني باصين لمصلحتهم هم بس، مش مهتمين بالبلاد. طيب الطبقة الأوتوقراطية أو الديكتاتورية أو الرأسمالية أو الأرستقراطية، الطبقة دي بتيجي على حساب طبقة تانية. طب ده شكل من أشكال الطبقات المجتمعية وشكل من أشكال نظام الحكم، عكس بقى كلمة ديكتاتوري وأوتوقراطي وإقطاعي ورأسمالي وأرستقراطي. عكس الكلام ده كله كلمة ديمقراطي. وكلمة ديمقراطي يعني معناها اختيار الشعب للحاكم، أو حكم الشعب لنفسه بنفسه، حكم الشعب لنفسه بنفسه، يعني الشعب هو اللي بيختار مين يمسك. ففي عهد جمال عبد الناصر الشعب بتاعنا ظهر وغير نظام الحكم من ملك الجمهوري، وقف مع الجيش. ثم الدولة المصرية في عهد السيسي، وطبعا انجازاتها وقد ايه الشخص ده له انجازات حلوه جدا واهتم بالسياسه الخارجيه وعنده جيش قوي وعنده معاهدات. دي نبذه بسيطه خالص 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 عن منهجك. ان شاء الله معانا مش هتلاقي ملل، مش هتلاقي زهق، مش هتلاقي ان التاريخ رخم. بالعكس، لو وقف قدامك اي سؤال انت هتلاقي اكتر من 20 كتاب، هتلاقي اكتر من 10 كتب خارجيين هينزلوا. اي سؤال بعد ما تاخد الشرح معانا، اي سؤال ايا كان هو ايه في اي كتاب هتعرف تحله من خلال طريقه الشرح بتاعتنا. دايما اقول للطالب معايا وحد مصدر الشرح وكتر مصدر الحل، يعني حل اي كتاب يقابلك، اي معلومه تقابلك، اي حاجه تقابلك حلها، بس الشرح يكون من مصدر واحد. طيب حاجه كمان، لو انت من طلاب الجيزه او القاهره هنسيب رقم تحت في الكومنتات، الكومنت المثبت ده ابعت لنا رساله قول لنا من الجيزه والقاهره عايز اعرف اقرب سنتر، وهنعرفك فين اقرب سنتر ليك. طب لو انت من المحافظات هنقول لحضرتك ابعت لنا برضو رساله على الجروب، على الواتس، هنضيفك في جروب الواتس وهنعرفك نظام المنصه في خلال كام يوم كده ان شاء الله. احنا خلاص على اول 8 اهو، وان شاء الله يعني كبرنا قوي، يوم 10 8 هنكون بدانا، لان المنهج بتاعك حلو، منهج مشوق، منهج لذيذ، طويل شويتين بس والله ما هتمل منه ابدا. كان معاكم مستر ابو بكر، ما تقوليش مستر محمد، دي ما بحبهاش، قول لي مستر ابو بكر. تمام، اشوفكم على خير، سلام.